كشفت جريدة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء أن جبهة البوليساريو سحبت أسلحتها من منطقة الكركرات العازلة تحت ضغط بعثة الأمم المتحدة مينورسو والأمين العام أنطونيو غوتيريس. وأضافت المصادر نفسها أن الجبهة الانفصالية أوقفت ممارساتها الاستفزازية في المنطقة، وباتت حركة الشاحنات المتوجهة إلى موريتانيا عادية. وأبرزت المصادر ذاتها أن انسحاب البوليساريو من المنطقة جاء بوساطة موريتانيا بعد استقبال قياديين بارزين في الجبهة الانفصالية أخيرا بين واكشوط، مضيفة أن موريتانيا تسعى إلى إيجاد حل للمشكل، خاصة بعد احتجاج عدد من التجار الموريتانيين من نقص حاد في نشاطهم التجاري إثر فشل عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من المغرب في الدخول إلى موريتانيا بسبب توقيفها من طرف دوريات الجبهة. عيون. وتصاعدت حدة التوتر العام الماضي بعدما أقام مقاتلو بوليساريو نقطة عسكرية جديدة في الجرجرات بعدما بدأ المغرب بشق طريق في جنوب منطقة عازلة تفصل بين الطرفين. فصل جديد من المواجهة تشهدها هذه البقعة الصحراوية الصغيرة، منطقة الجرجرات العازلة، المنفذ البري الرئيسي الذي يربط المغرب بموريتانيا في عين العاصفة من جديد، إذ وصل التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو حد التلويح بإمكانية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الاشتباكات المسلحة إلى منطقة الصحراء المتنازع عليها منذ أن توقفت رسميا عام 1991. التصعيد المتجدد منذ 6 أشهر سعى لاحتوائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إذ دعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد من الجهات العسكرية أو المدنية، كما طالب بعدم عرقلة الحركة التجارية واتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة. وفي خطوة مفاجئة أعلن المغرب سحب قواته بشكل أحادي من الجرجرات الحدودية، انسحاب قالت الرباط إنه جاء التزاما بتوصيات غوتيريس في اتصال هاتفي مع عاهل المغرب الملك محمد السادس. ستبدأ المملكة المغربية من اليوم في تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من منطقة الجرجرات، وتتطلع الرباط الآن إلى أن يسمح تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بالعودة إلى الوضع السابق في المنطقة المعنية وعدم الإضرار بها، وكذلك السماح بتدفق حركة النقل، ومن ثم الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما جبهة البوليساريو فاعتبرت في بيان انسحاب المغرب بمحاولة ذر الرماد في العيون وازدراء للقانون الدولي الذي ظل المغرب يرفضه لما يقارب 3 عقود. وأكدت الجبهة على أهمية عدم تجزئة الأزمة والعمل من أجل تسوية شاملة تضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. ترحيب واسع حظي به قرار الانسحاب، ترحيب يأتي بعد أسابيع من عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب طاول عقود 3، في مؤشر على تحول مسار معركة الرباط في قضية الصحراء إلى الساحات الدبلوماسية. ينضم إلينا من الرباط عبد الرحيم منار السلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، كما ينضم إلينا من باريس أبي بشراي البشير سفير البوليساريو في باريس. أبدأ معك سيد عبد الرحيم منار السلمي، يعني ما الثمن السياسي الذي جناه المغرب من وراء هذا الانسحاب؟ أولا دعيني أوضح وسط هذا الضجيج الذي يقوم به البوليساريو والجزائر يجب أن أشرح موقف المغرب. أولا الحجة الأولى أن المغرب كان واضح لما قام بالعملية في منطقة العازلة، كان يقول بأنها مؤقتة، أن عملية تطهير مؤقتة. المسألة الثانية أن المغرب انتظر لأنه فهم جيدا بأن هناك الجزائر تحاول أن توظف ورقة البوليساريو لكي تخلق مشكل لن يمكن المغرب من العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بمعنى أنه ترك الوقت المناسب. الحجة الثالثة وهو أن المغرب اليوم يعرف وقد ناقش مع الأمم المتحدة أنه سيكون هناك بيانات من الأمم المتحدة تدعو الأطراف إلى ضبط النفس، لهذا هو استبق هذه العملية ليقوم بهذه المسألة. لذلك كل ما يقوله البوليساريو اليوم لا يدرك بأنه سقط
في فخ، هو فوجئ بهذه العملية سيد عبد وهو اليوم الرحيم، موجود في منطقة. نعم. يعني أفهم من كلامك بأنه المغرب حاول سحب الذريعة من الجانب البوليساريو وبالتالي انسحب من هذه المنطقة الجرجرات. هذا ما حققه، فتح صفحة جديدة مع الأمين العام للأمم المتحدة. المغرب هو يلتزم بالشرعية الدولية، وهذا أتى باتفاق مع الأمم المتحدة. المغرب انسحب بطريقة أحادية، هذه كانت ضمن الخطة الاستراتيجية منذ البداية. ترك البوليساريو اليوم لا يعرف بماذا يقوم. طيب. بماذا يقوم. لهذا ترك البوليساريو بمعنى يأخذ الصور في الطريق ويحاول أن يخلق هذه الضجة، وهو اليوم في وضعية غير قانونية في هذه المنطقة، في مجابهة مع القوات الأممية. والمغرب يراقب الوضع مع ملاحظة أنه يملك حق الدفاع الشرعي عن النفس بمقتضى المادة 51، ولهذا كل الحجج التي دعني أسمع رأي السيد بشراي البشير. سيد بشراي، هل تفاجأتم بهذا الانسحاب وسحبت الذريعة منكم؟ يعني كنتم تتوقعون أن يصعد المغرب وبالتالي يعطيكم ذلك المزيد من الدعاية لكم ولما تقومون به في هذه المنطقة؟ يا سيدتي، نحن لا نحتاج إلى مبرر للدعاية. نحن حركة تحرير وطنية نقود كفاح من أجل إقرار مبادئ الشرعية الدولية في الصحراء الغربية باعتبارها آخر إقليم مستعمر في القارة الإفريقية كما تقول الأمم المتحدة وكما يقول الاتحاد الإفريقي. طب لماذا اعتبرتم بأن ما قام به المغرب دار للرماد في العيون؟ المغرب خرق وقف إطلاق النار يوم 11 غشت 2016 لأسباب يعرفها المغرب. انتظرنا الأمم المتحدة مدة 17 يوم كاملة من أجل ردع المغرب وإجباره إلى التراجع عن خرق وقف إطلاق النار ودخوله إلى المنطقة العازلة المحكومة بمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة لم تبادر إلى اتخاذ خطوات لإجبار المغرب. نشرنا قواتنا في المنطقة، أوقفنا الطريقة المغربية لأنه خرق واضح لوقف إطلاق النار. الآن المغرب يعلن انسحابه بشكل أحادي بناء على حساباته الخاصة وأجندته. نحن نقول بأنها ذر للرماد في الأعين، لأن القرار الذي ينتظره العالم منذ 40 سنة ليس التراجع بعدة مترات إلى ما وراء الجدار، ولكن التراجع بمئات الكيلومترات والانسحاب من الصحراء الغربية المحتلة. سيد أبي بشراي البشير، أنتم تطالبون المغرب، لو سمحت لي اسمحي لي دقيقة. لا لو سمحت لي، يعني تكلمت بما فيه الكفاية، بدي استوضح الموقف. أنتم اتهمتم المغرب بأنه يقوم بذر الرماد في العيون، ولكن الأمم المتحدة، إسبانيا وحتى فرنسا دعت الطرفين إلى الانسحاب من هذه المنطقة. هل ستقومون بذلك وتلبون أنتم أيضا الدعوات الدولية؟ نحن ما نقوم به وسنقوم به هو أننا ندعو الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ إلى الأجندة المغربية والتعامل مع موضوع الجرجرات كحالة معزولة عن السياق العام المتعلق بتنفيذ مأمورية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. طيب. سيد أبي بشراي، تقرير المصير وما يتعلق بها من القضايا. نحن مستعدون للتفاوض مع الأمم المتحدة مع المغرب تحت الرعاية الأممية من أجل حل إشكالية انسداد مخطط السلام في كليته وليس بجزئية تتعلق بالجرجرات فقط. يعني أنتم تطالبون المغرب بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، لماذا لا تلتزمون أنتم بها؟ نحن ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة. قلنا بأننا نشاطر الأمين العام ولكنكم لم تسحبوا المظاهر المسلحة من منطقة الجرجرات. تعليق سريع قبل ما أعود للسيد عبد الرحمن. يا سيدتي الكريمة، نحن ما نقوله وسندأب على قوله بأنه حان الوقت الآن لإيقاف استهتار المغرب. المغرب طرد المكون المدني للمينورسو ويفرض أجندته في السماح لهم بالعودة بالتقسيط. المغرب يرفض استهتار تقرير المصير. انتقلت إلى الاتهامات ولم ترد على سؤالي للأسف يا سيد أبي بشراي. انتقلت إلى توجيه الاتهامات للمغرب دون الرد على سؤالي.
ما هي الاتهامات التي وجهت إلى المغرب؟ نحن قلنا إننا سؤالي لك يا سيد أبي بشراي، أنا أحاول أن أجد إجابة عن سؤالي لو سمحت لي. هل ستنسحبون أنتم من منطقة الجرجرات؟ الجواب عن السؤال هو يجب التوجه بالسؤال إلى المغرب والأمم المتحدة. لماذا لا يتم تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي هو جوهر المسار بحد ذاته؟ مسألة الجرجرات تجلي بسيط تفصيلي لحالة الانسداد الموجود في مخطط التسوية. خليني أحول هذا السؤال للسيد عبد الرحيم منار السلمي. في كل يوم.